بعد توقف دام لمدة أسبوعين يعود المارد الأحمر النادي الأهلي لبطولة أفريقيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أبدأ معاكم يا ريت ما تنسونيش باللايك. عايز أوصل بالفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات والاشتراك في القناة، ده شيء أساسي. عايز أوصل ل1000 مشترك. بعد توقف دام لمدة أسبوعين يعود المارد الأحمر النادي الأهلي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لمواجهة سيمبا التنزاني، وأنا بتوقع إن الماتش ده هيكون من أصعب اللقاءات اللي النادي الأهلي هيواجهها هذا الموسم لعدة أسباب. السبب الأول إن نص لعيبة النادي الأهلي 9 لاعيبة أو 6 لاعيبة كان على الأقل خالص كانوا بيلعبوا مع المنتخب في بطولة ودية، طبعا مع منتخب نيوزيلندا ومنتخب كرواتيا. وطبعا نجم الفريق طبعا للأسف إمام عاشور مصاب، في كمان 3 تانيين مصابين، ياسر إبراهيم وأليو ديانج ووسام أبو علي. أنا قلت ال4 لعيبة دول بالذات لأن هم دايما هم اللي بيشاركوا مع النادي الأهلي في الدوري المصري او في بطوله افريقيا، بخلاف طبعا اليو ديانج اللي هو مصاب بقاله فتره، وطبعا عمر كمال عبد الواحد اللي هو اصلا مش مقيد افريقيا. السبب الثالث ان مارسيل كولر طبعا ليه طار عند مدير الفني لسيمبا التنزاني عبد الحق بن شيخة، اللي كسب مارسيل كولر لما كان عبد الحق بن شيخة كان بيدرب اتحاد العاصمة الجزائري وأخذ بطولة السوبر الأفريقي من النادي الأهلي. نروح بقى على التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، اللقاء اللي هيتلعب النهاردة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر. في حراسة المرمى مصطفى شوبير، 2 دفاع، رامي ربيع ناحية اليمين، محمد عبد المنعم ناحية الشمال، محمد هاني ظهير أيمن، علي معلول ظهير أيسر، مروان عطية وكوكا ومحمد مجدي قفشة 3 في خط الوسط، 3 في الهجوم، بيرسي تاو ناحية اليمين، رضا سليم ناحية الشمال، كهربا رأس حربة وحيد. بالمناسبة أنا اتفرجت على فريق سيمبا التنزاني، هو هناك في تنزانيا سيمبا التنزاني فريق مشهور وفريق كبير. طبعا هو هناك في الدوري التنزاني دايما بيهاجم بكثافه اي فريق بيلعبه، سواء في ارض او في بره ارض. في الدوري التنزاني هو بيهاجم وكل مباراه مطالب ان هو يكسب. فريق سيمبا التنزاني بيهاجم بكثافه، وخط الدفاع بتاعه طبعا بيبقى متقدم في خط الوسط اللي هو طبعا لاعبنا بنفس الطريقه دي طبعا شغلانه كهربا ان هو لازم يكسر مصيدة التسلل. ولو عمل كده باذن الله الاهلي يقدر يفوز في تنزانيا بنتيجه 2-0 او 2-1 باذن الله. وانا اصلا واثق في النادي الاهلي، واثق في اي 11 يبداهم الاهلي باذن الله بمن حضر. والسلام ختام.